هذا يقول اول شيء السلام عليكم، صباح الخير، مساء الخير، الساعه كم الحين؟ يقول تنصح انه واحد ياخذ بنيه ثيب يعني معرسه قبل، مطلقه، ارمله، شيء كذي يعني مدخول بها. انصح وبقوه، مو بس انصح وبقوه. اسالوني انا شايف مسوي بحث في المساله هذه. وعلى فكره كل زوجات محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق ثيبات، الا عائشه رضي الله عنها الوحيده كانت بكر. كل زوجاته، وهذا في درس، هذا مش من عبث، هذا درس لك ولي ولغيرك. الثيب ما تعب شيء ابدا، بل بالعكس الثيب خاضت تجربه في حياتها، قد تكون هي غلطانه، قد يكون الطرف الثاني غلطان. المقصد هنا اخذت درس، على قولتهم اخذت دوره، دخلت خاضت تجربه، وهذه التجربه تخليها من جديد تحافظ على بيتها. فما فيها شيء. المراه المطلقه المنفصله كانت عادي. المشكله ان بعض، سبحان الله، على فكره تو الحين واحد مكلمني في الموضوع، تو الحين حتى سالته، قلت له عندك سناب تتابعني في السناب؟ قال لي لا انا بس اتابعك في الانستغرام. يبغى ياخذ وحده مطلقه بس اهله شوي معطلين الموضوع. فما فيها شيء، ما في شيء ابدا ابدا، ما في شيء. بالعكس انا اقول لك المطلقه يعني ما راح تكلفك مثل ما تكلفك البنيه البكر، يعني يبغوا حفله خفيف وبس خلاص. الغالب المطلقه خاضت تجربه، المطلقه بتحافظ عليك، المطلقه ذاقت مراره الطلاق، المطلقه ذاقت مراره البعد، المطلقه وايد امور حول المطلقه قلت لك عندي بحث فيها جامعي. فانا انصح وبقوه، بالعكس ما فيها اي شيء. بنيه حشيمه ستيره متدينه منفصله خير. فيا صديقي توكل على الله، وبارك الله لك وبارك احنا قلنا الدعاء وخلصنا الموضوع وملجنا. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم بخير. لا تنسى تعزمني باي قهوه عندك ان شاء الله. مبروك مقدم، روح لا تلتفت. اباء والامهات لا تقفوا عقبات. اذا البنت ما فيها شيء عيبها، كل ما في الامر منفصله، لا والله العظيم بتيكم وبتعيشوا معها اجمل حياه. الله يوفق الجميع. شكرا، مع السلامه.